واش عمرك تخيلتي بلي القاتل يقدر يصيفط رساله للبوليس ويوصف فيها الجريمه ديالو بالتفصيل الممل؟ والاغرب من هادشي ان هذه الرساله هي اللي غادي تخليه يتفضح ويتشد. ولكن هاد الجريمه اللي وقعت ما تكتشف السر ديالها دازت 34 عام على الجريمه. في عام 1988 بالضبط في ولايه بنسلفانيا امريكا. هاد المنطقه كتكون غالبا هادئه. ماري أنكين او نسميوها خديجه. خديجه شابه عندها 26 عام، كانت بنت خدامه في واحد الشركه ديال التامين وعايشه حياتها عادي. ولكن في واحد النهار الشرطه لقات الجثه ديالها مليوحه في جنب الطريق، كانت مقتوله بطريقه وحشيه. ديك الساعه الشرطه بدات التحقيقات ديالها فعلا ولقاو ادله قليله ومنها عينه ديال الحمض النووي ديال القاتل اللي كانت لاصقه في الحوايج ديال خديجه. ولكن المشكل هو ان ديك التقنيه ديال لا دي ان في 1988 يعني ما كانش متطوره بزاف، وما كانش عند الشرطه قواعد بيانات كبيره باش يحددوا هويه المجرم. يعني عندهم دليل قاطع ولكن ما قدروش يعرفوا مولا. القضيه ديال خديجه بقات غامضه، يعني تحطات في الارشيف ديال مجهول القاتل، يعني ما كاينش قاتل في هذه القضيه. دازت عامين على القضيه وبالضبط في 1990 واحد الجورناليست في جريده محليه، ما عرفناش صراحه اسم الجريده، عاود نشر القصه ديال خديجه. ربما واش يعاود يحركوا القضيه باش تكتشف الحقيقه. المهم في الوقت اللي كانوا كيتسناو شي شاهد او شي واحد شاف هذيك الجريمه يصوني عليهم او يصيفط لهم الرساله، وبالفعل صيفط لهم واحد الشاهد الرساله، ولكن ماشي رساله عاديه. وصلت الرساله للجريده كانت مصيفطه واحد الشخص اللي مهتم بالقضيه ديال خديجه. الرساله كانت فيها كيفاش تقتلت خديجه، والغريب في الامر ان الكاتب ديال هذيك الرساله كان القاتل براسو. انا غادي تبدا المتعه ديال القصه. الرساله وصف كيفاش قتل خديجه وشنو وقع بالضبط في ديك الليله، عطى تفاصيل كانت سريه بزاف والشرطه بالفعل احتفظت بها كدليل قاطع. هنا المحققين فرحوا بزاف حيت عندهم دليل. ولكن المشكل تاعو حاولوا يحللوا الرساله ولكن ما قدروش يحددوا الهويه ديال القاتل. الرساله بالفعل تحطت عند الشرطه كاقوى دليل، ولكن القاتل ما بانش. يعني شنو الهدف ديالو من الرساله؟ واش تأنيب الضمير؟ واش تلاعب بالبوليس؟ واش كان باغي يتشهر؟ لحد الان حتى واحد ما عرف، البوليس براسهم مازال ما عارفين الهويه ديال القاتل. المهم دازت الايام على الجريمه وبالضبط من 2022 التقنيات ديال الشرطه بداو كيتبدلوا. يعني البوليس عاودوا حطوا هذيك يديهم على الملف ديال خديجه او القضيه ديال خديجه. التركيز الاول ديالهم مشى الرساله اللي جاتو في 1990. المحققين خدموا بتقنيه جديده سميتها علم الانساب الجيني. التقنيه كتعتمد على تحليل الادي ان اللي كيجمعوا من مسرح الجريمه وكتدخلوا في البيانات الكبيره ديال الناس اللي كيديروا اختبارات النسب. يعني مثلا اللي كيقلب على العائله ديالو، هنا كيقدروا يحدوا اقارب القاتل ومن ثم كيضيقوا الدائره على القاتل. لقاو الادي ان ديال القاتل هذه المره لقاوه في واحد البصمه خفيفه ديال الدفان او اللعاب ديالو اللي كان لاصق على الخاتم ديال الجوا او طابع. تخيل الدليل كامل كان غير في الجوا ديال البرا. لسنوات هذه التحليل عطى نتيجه، وفعلا التحليل عطى نتيجه صدمتهم. اسم القاتل هو سكوت غريم. الشرطه قررت الادي ان ديال سكوت غريم اللي لقاو في الجوا مع الادي ان اللي كانوا لقاو اصلا على حوايج الضحيه ديال خديجه في 1988، وكانت المطابقه فعلا متطابقه 100%. سكوت غريم هو القاتل. ولكن هنا كاين واحد المشكل اخر. المحققين اكتشفوا ان سكوت غريم كان مات لاسباب طبيعيه في سنه 2018، يعني مات قبل ما يوصلوا ليه ب4 سنين. هنا العداله ربما ما قدرش تعاقبه وهو حي، ولكن على الاقل العائله ديال خديجه عرفت شكون هو اللي قتل بنته، ورغم ذلك القضيه تحلت بعد 34 عام. تخيل معايا جريمه ما تحللش اللغز ديالها لمده 34 عام. وشنو اللي حلها؟ رساله واحده صيفطها القاتل بيدي. المهم الرساله اللي كان مصيفطها كانت نوعا ما استهزاء للشرطه حيت ما قدرتش تحل الجريمه. المهم دراري هكذا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. ما تنساوش ديروا داك لايك، ابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، ونشوفكم في الفيديو الجاي. وما تنساوش كاين المنى.